السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، سنة تانية الحلوين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. إن شاء الله بإذن الله إحنا هنكمل مع بعض الرحلة اللي إحنا بدأناها مع بعض السنة اللي فاتت، ونبتديها بقى من أول السنة. وفرصة بقى إن إحنا نتكلم ونعرف الأناتومي بتاع سنة تانية فيه إيه. أولا الأناتومي بتاع سنة تانية تقيل حبتين عن الأناتومي بتاع سنة أولى، كميته كبيرة حبتين خاصة في أول موديول. الاناتومي موجود في ثلاث مديولات، او ثلاث مديولات هي قبلكم السنه دي، اللي هو 205 ومديول 206 ومديول 207. 205 ندرس فيه ان شاء الله باذن الله الاناتومي بتاع الهيد، والاناتومي بتاع النك، والاناتومي بتاع النيرفس سيستم. يعني هتستلم في اول مديول ثلاث كتب اناتومي. سوري، كتاب الاسم طبعا لو انت خدته هتلاقي الهيد والنك محطوطين في كتاب، والنيورو محطوط في كتاب تاني. فإذا كتب الاسم هتلاقيهم كتابين للاسم في أول فيديو، كتاب للنيورو، كتاب للهيد والليج. ولو بتذاكر من ملازم ممكن تقوم متقسم لثلاث ملازم أو أيا كان بقى حسب ترتيب الملازم. فده بالنسبة لأول موديول، وده يعتبر أتقل موديول عندكم، في كمية أناتومي كبيرة جدا. نخلي بالنا أرجوكم من أول موديول ده، عشان ما تخليش الوقت يتسرق منك. لان فعلا انت بتلاقي الشهرين خلصوا بسرعه والكميه كبيره جدا. فبعد اذنكم لا، الوقت بيكون بحساب. طيب، خلصنا اول مديول ان شاء الله باذن الله على خير. ندخل بقى على تاني مديول. تاني مديول ده اللي هو يشمل ايه بالظبط؟ تاني مديول ده هيشمل الاناتومي بتاع منطقه الابدومن بشكل عام. انا عارف ان هو دايجستيف مديول اسمه دايجستيف، ولكن هو يشمل او هندرس فيه الاناتومي بتاع كل الاستراكشرز الموجوده في الابدومن. حتى الكدني اللي هي تبع المفروض الرينال سيستم، لا هندرسها ان شاء الله باذن الله واحنا في مديول الدايجستيف. يعني هندرسها في الاناتومي بتاع 206. اخر مديول فيه اناتومي هو تالت مديول اللي هو 207. ده هندرس فيه الاناتومي بتاع البلفس. ده المفروض موديول 207 ده عنوانه الاندوكراينولوجي والريبرودكتيف سيستم. الاندوكراينولوجي ده بارت صغير هيبقى فيه درسين صغيرين كده، لكن المين بارت بتاع 207 يكون الاناتوم بتاع منطقة البلفس والريبرودكتيف سيستم في الميلز والفيميلز. فدي نظرة سريعة كده من فوق كده على الاناتومي اللي احنا هنقابله ان شاء الله باذن الله في سنة تانية. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بإذن الله السنة دي والسداد، وتسمعونا إن شاء الله برضو أخبار حلوة كده زي ما عملتوا في السنة الأولى. بالتوفيق يا شباب. شكرا جزيلا. السلام عليكم.